ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البفتيك الكذاب. هو اسمه كده البفتيك الكذاب عشان بيتعمل باللحمه المفرومه. شايفين البفتيك عامل ازاي من جوه؟ بجد جميل وتحفه وهيديكي نتيجه هايله، وكمان هيكون احلى من البفتيك اللي هو العادي اللي هو من قطع اللحمه. بجد تحفه. الطريقة دي جميلة جدا وهتعجبك وهتعجب أولادك كتير كتير. بس لأول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك والكومنت بتاعك اللي بيساعدني. هنقول بسم الله. وأول حاجة معانا كمية اللحمة اللي انت تحبيها، وهنحط عليهم معلقتين دقيق وبضاية، وهنحط البهارات بتاعتنا بصل بودر، ثوم بودر، ملح، كمون، فلفل اسود، وهحط رشة قرفة اهي، قرفة وملح، يعني كده تظبطي البهارات. انا هنا معايا حوالي 300 جرام من اللحمة المفرومة، حطيت عليهم اهوت معلقتين دقيق والبهارات، وهحط البضاية بتاعتي. ان البضاية دي بتعمل كده بتمسكهم في بعض، بتمسك اللحمة كده في بعض. وادي النتيجة اهي. وحطيت رشة بابريكا، وهحطهم في التلاجة لمدة كده 10 دقايق. وبعد كده هجيب قطعة قطعة، وهجيب كيس دهناه دهن من الزيت بالشكل ده، وهجيب بولة مية يا دوبك هبل ايديا بس من المية، وهبطط كده حتة اللحمة معايا علشان خاطر تبقى شكل البفتيك العادي بالشكل ده. وهحط عليهم برضو الكيس من فوق، وهجيب قطعة لحمة وهلفها كده بايديا واحطها فوق التانية علشان خاطر تبقى مقاس بعضها. بس طبعا ما بينهم كيس زي ما انتوا شايفين، كيس يكون كيس تلاجة نضيف طبعا. وهبطته كده على شكل البفتيك اللي هو القطع اللحمة البفتيك العادي بالشكل ده. وهحط برضو الكيس فوقيها، وهجيب برضو قطعة من اللحمة اهو زي ما انتوا شايفين. جميل جدا جدا، وبيتقطم معايا بسهولة ومش هيشد معاكي زي اللحمة اللي هي البفتيك العادي بالشكل ده. هحطه بقى في طبق علشان خاطر لازما ادخله الفريزر. ودي كمان واحدة هي، يعني 300 جرام من اللحمة، حوالي 300 جرام طلع معايا كمية حلوة جدا جدا. هحطه لازما في الفريزر، يعني لو هتعمليه مثلا بالليل طلعيه على الغدا تاني يوم عشان خاطر تعملي بقى الخطوة دي. هنجيب ربع كوباية مية عادية، وهنحط عليهم معلقتين دقيق وندوبهم في بعض، والبقسماط بتاعنا برضو العادي. هنجيب بقى المية مع الدقيق، معلقتين الدقيق، وهننزل فيهم قطعة اللحمة بالشكل ده. وهنجيب بقى نصفيها كده من الدقيق الخليط اللي احنا عملناه، ونحطه في البقسماط على طول. البقسماط ده حاطه فيه رشة ملح، رشة فلفل اسود، حوالي معلقة من الدقيق علشان خاطر حتة قطعة اللحمة بتاعتي ما تبقاش غامقة. وهنشيله بالشكل ده اهو. هنعمل كل الكمية معانا بالشكل ده. طيب ليه الخطوة دي؟ بتعمل معانا كفر حلو جدا جدا للحمة بتاعتنا، بتعمل كفر جميل جدا. وعلى فكرة الطعم بيكون جميل جدا جدا، بس لازم تحطيه في الفريزر علشان خاطر لما تيجي تعملي كفر اللي هو المية بالدقيق ما تفكش معاكي. دي خطوة اساسية جدا جدا. وبعد كده هنجيب زيت بقى يكون لازما يكون سخن، وبعد كده نحط قطع البفتيك بتاعنا في الزيت بالشكل ده. شايفين الحلاوة والجمال؟ ولا واحدة فكت مننا، وهيطلع معانا بالحلاوة دي. شايفين الجمال؟ بجد جميل جدا جدا. وهنطلعه على مناديل عشان طبعا الزيت يطلع في المنديل بالشكل ده. وبعد كده هنرصه في طبق التقديم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
وما شاء الله 300 جرام من اللحمة، ازيد من ربع كيلو لحمة بشوية، طلع لنا كمية بوفتيك جميلة جدا جدا. وشكرا لكم جدا، مع السلامة.